وبعد ما نور نامت قمت السحب نص علشان كنت وعدها ما اطلعش رحلات صيد في الشتاء. صيد. ورحت اعدي على افراد العصابه. نوصل برولوس قبل الفجر، يلا بينا. وانا بصراحه كنت فرحان جدا ومبسوط بنظره التفاؤل اللي في عينين احمد وفي لهجته. صباح العسل ورحله سعيده ان شاء الله. يعني بص هننتش من الميه، هننتش بعون الله. وتوكلنا على الله ومشينا ووصلنا هناك الفجر، دخلنا المسجد صلينا وطلعنا خدنا الطعوم. طبعا جينا يا جماعه، وصلنا بالسلامه، صلينا الفجر ونهارنا زي العسل ان شاء الله. ووصلنا عند عم اللول صاحب محل اللول للطعام الحية وأدوات الصيد، موجود على البحر على طول. هناك كلهم بيصحوا من صلاة الفجر يا جماعة علشان اللي حاجز طعام بيروح ياخدها بعد صلاة الفجر على طول، وده بيكون أنسب ميعاد للصيد هناك على البحر. فترة الصبح بتكون أنسب فترة للصيد هناك في البحر، وبالذات صيد القاروص المشهور بيه هناك البغاث. كنا ناويين ناخد جمبري حي ودود حشف المرة دي وبلاش الإسماعيلاوي لأنه ما كلش معانا المرة اللي فاتت. عم اللول اللي كان زعلان عشان ما طلعناش على النت زي ما بيقولوا، قلنا نطلعه المرة دي. السلام عليكم. دلوقتي محل ادوات الصيد بتاع اللول والطعم الحي. ودي انواع الطعوم الحيه اللي عنده في المحل، منها الجمبري الحي والدود المشطشط والدود ابو جرام والدود الاسماعيلاوي والحنش الحي لصيد اللوط. وده رقم المحل 010 92 43 06 90. بص القاروص ده الله ينور. عند مين؟ عند اللول. يا صباحك عسل. صباح الخير. واخيرا وصلنا على الميه. احمد معيش متابعينه معاه الحدث لحظه، وللاسف بعد ما وصلنا على الميه لاحظنا ان الجو سيء جدا والهواء بيخبط فينا يمين وشمال، والبدايه للاسف غير مبشره. وهنا قلنا نفطر علشان شكل الرحله هتبقى اكل وبس، لان الميه عكره والريح شديد والجو مش طبعا مبشر. يا جماعه دلوقتي الصلاه على النبي اهوت، ركبنا الموتور عشان الجمبري، والوقت بنركب الموتور للجمبري عشان يفضل حي لان المده هتبقى طويله. وبعد ما خلصنا نزلنا نفرد العده وشفنا الاتنين دول قاعدين يتبشرنا، وسالناهم السؤال المعتاد ايه الاخبار يا جماعه، ولكن للاسف ردهم احبطنا جدا. ورغم كده فردنا العده وقلنا لازم نجرب، لكن قعدة الحاج دي ما تبشرش بالخير ابدا. ايه يا عم الحاج، ادينا امل وحياة ابوك. وقعدت ابص للحاج على امل عضو يتحرك ولا حياة لمن تنادي، وسبت الحاج وقلت ابص على احمد، لقيت احمد ولا حياة لمن تنادي هو كمان. وهنا احمد قال لي نام لي ساعة ولا اتنين على بال ما السمك يحضر والجو يتظبط. فجأة بص على العود بس ما طلعتش غمز، ورجع نام تاني وبدأ يرجع بذكرياته ويحلم ويقول ايه اللي شدني من لساني، وسخنهم على طلعة الصيد. لا احنا رن على ابو كريم هشوفه طلعت صيد ولا ايه. السلام عليكم. يا كبير هنعمل ايه؟ في طلعت صيد النهارده ولا ايه؟ تقول ايه؟ صيد؟ الصين الصين جاي لنا شغل من الصين ان شاء الله، اخر الاسبوع جاي لنا شغل من الصين ان شاء الله، جاي لنا شغل. سن ها. فهمت اكيد نور بنتك جنبك. ماشي بالظبط كده. خلاص بص اعمل حسابك بالليل بعد ما نور تنام نطلع ولا من شافه ولا من دري. خلاص بالليل رن عليا نطلع. نطلع نصلي الفجر، نصلي الفجر. نصلي الفجر. ماشي يا ابو حميد. تمام يلا ماشي تمام، هستناك. يلا سلام. ماشي يا سيدي. وبعد ما احمد فاق من الكابوس قرر يدور على السمك مش السمك اللي يدور عليه. وهنا قال يا فكيك وخد له في اسنانه وطار، وسمعت صوت عالي من بعيد، خير اللهم اجعله خير، اصوات عاليه وبيقولوا احمد جاب سمكه. قلت يا فرج الله ودوني ليه، ده باينها هتلعب يا جدعان. قلت هوصل له ازاي والميه مليانه ناس، فطلعت على اعلى مكان في البحر علشان ادور عليه واشوف مكانه فين. ايوه قفشتك يا ملك القاروص. واول ما وصلت قال لي السمكه هي كبير، والله كنت هرن عليه وقلت له ماليش دعوه، لو عايز تصالحني يا تقعدني مكانك يا تجيب السمكه. رد وقال لي السمكه مكاني.
انت مين يا اخ؟ وعمل نفسه ما يعرفنيش، وبدأت ارمي مرة بالحداف ومرة بالغماز، ولكن كل لما ابص للمراكب والغزل يا عيني طالع فاضي. مش مركب واحد، لا ده اكتر من مركب. اقول شكلها ما فيش سمك النهارده والرزق قليل. يعني الله المستعان، احنا لسه في بداية اليوم، مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي. المالح غير العذب، الهواء بيتغير في لحظة، مع تغيير الهواء الدنيا ممكن تظبط، فربنا ييسر الحال يا رب، وتابعونا. وهنا قررنا نتغدى احسن من القعده في البرد، على الاقل الاكل يدفي. قلنا نقلش على مين نقلش على مين نقلش على مين، مالناش غير احمد الوحيد اللي جاب سمكه يتيم. اي والله الكابتن احمد بسم الله ما شاء الله هو الوحيد اللي استفتح فينا النهارده. شديدة كده اهو. بص ازاي ازاي يا ساتر يا بس انت مطلعها بقى، سلكتها يا عم وحطيناها في الجردة في كل من معلش عشان ما تبصش لان السمكه كبيره. الله المستعان الله المستعان. هناكل ونشرب الشاي والارزاق على الله. يلا تابعونا نختم رحلتنا، ودي الحصيله بتاعت اليوم. اخويا احمد ما شاء الله والله كانت كبيرة عن كده، والله كانت كبيرة. لا ما شاء الله والله كانت مش دي. ما هي كشت حق الله انا كنت شايف شايف يعني. لا انت حقك فعلا حقك ما شاء الله. هو المرزق بقى بتاع النهارده، محدش جاب سمك غيره، المايه كلها محدش جاب سمك غيره، هو بس هو اللي مدلعكم. يلا كده اختم رحلتنا يا جماعه، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله.